عالمنا منقسم ونحن نحتاج إلى هكذا لحظة. قرار ناري من الاتحاد الدولي لكرة القدم. جياني إنفانتينو ينصف المغرب والسنغال، ترفض تسليم الكأس، وفوزي لقاجع يدخل على الخط. في خبر هز أركان كرة القدم الإفريقية والعالمية، عادت القضية التي شغلت الجماهير من جديد، ولكن هذه المرة بتفاصيل أكثر إثارة وتطورات لم تكن في الحسبان. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت من عشاق المنتخب المغربي وترى أن الحق يجب أن يعود لأصحابه، اكتب في التعليقات ديما المغرب، ولا تنسى دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد لحظة بلحظة. القصة التي بدأت بمباراة عادية بين المغرب والسنغال تحولت إلى واحدة من أكبر القضايا في تاريخ الكرة الإفريقية. مباراة انتهت داخل الملعب، لكنها اشتعلت خارجه لتفتح أبواب التحقيقات والجدل والقرارات التي قلبت الموازين. البداية كانت عندما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قرار صادم: فوز المنتخب المغربي بنتيجة 3-0 بعد مراجعة شاملة لكل تفاصيل المباراة. قرار لم يأتي من فراغ، بل كان نتيجة عمل طويل وصبر كبير وتحركات ذكية من الجانب المغربي. لكن ما لم يكن يعرفه الكثيرون هو أن هذا القرار كان مجرد بداية. وراء الكواليس كان هناك رجل يتحرك بهدوء، بدون ضجيج، بدون تصريحات نارية، لكنه كان يقود المعركة الحقيقية. إنه فوزي لقجع، الرجل الذي لعب دورا محوريا في هذه القضية من البداية حتى النهاية. لقجع لم يخرج للإعلام ليشعل الجدل، ولم يدخل في حرب تصريحات، بل اختار طريقا مختلفا: العمل في صمت. كان يعلم أن القضايا الكبرى لا تحسم بالكلام، بل بالأدلة والملفات القوية والتحركات الدقيقة. وبالفعل بدأ الاتحاد المغربي في تجهيز ملف متكامل، ليس ملفا عاديا، بل واحد من أقوى الملفات التي قدمت في تاريخ النزاعات الكروية. ملف يحتوي على تسجيلات حصرية وزوايا كاميرات لم تعرض للجمهور وتقارير دقيقة تكشف كل ما حدث. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تم إعداد ملفين كاملين. الأول تم تقديمه إلى الاتحاد الإفريقي، والثاني إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. وهنا بدأت الضغوط الحقيقية. الكاف وجد نفسه أمام أدلة قوية لا يمكن تجاهلها، وتقارير توثق أحداثا خطيرة أثرت على نزاهة المباراة. ومع تزايد الضغط، لم يكن أمام لجنة الانضباط سوى اتخاذ القرار التاريخي. لكن اللحظة التي أشعلت العالم كانت عندما خرج جياني إنفانتينو عن صمته. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يكتفي بالمراقبة، بل قرر أن يتدخل بتصريح رسمي قال فيه إن الحق عاد إلى أصحابه، وإن ما قدمه المغرب من أدلة كان واضحا ولا يترك مجالا للشك. تصريح لم يكن عاديا، بل كان رسالة قوية لكل من تابع القضية بأن العدالة في كرة القدم ليست مجرد شعار، بل مبدأ يجب تطبيقه مهما كانت الظروف. وأضاف إنفانتينو أن الفيفا تابع الملف بكل تفاصيله واطلع على الأدلة، مؤكدا أن ما حدث لا يمكن السكوت عنه، وأن أي تجاوز يجب أن يحاسب عليه. وهنا جاءت الصدمة الكبرى. الفيفا لم يكتفي بدعم القرار، بل قرر اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة ضد منتخب السنغال. تقارير تحدثت عن إيقاف المدرب وفتح تحقيقات أوسع، وربما عقوبات أخرى قد تظهر في الأيام القادمة. قرار أحدث زلزالا حقيقيا في الأوساط الكروية. في المغرب الجماهير خرجت للاحتفال، ليس فقط بالفوز، بل بتحقيق العدالة. شعور بأن الحق عاد بعد صبر طويل، وأن العمل في صمت أثمر في النهاية. أما في السنغال فقد كانت ردود الفعل متباينة، بين من صدم من القرار ومن طالب بإعادة التحقيق، ومن اعتبر أن القضية لم تكشف كل تفاصيلها بعد. الإعلام العالمي لم يقف صامتا. صحف أوروبية وصفت ما حدث بأنه نقطة تحول في تاريخ الكرة الإفريقية، بينما اعتبر محللون أن هذه القضية قد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشفافية والرقابة في المباريات. لكن وسط كل هذا الجدل، يبقى الدور الذي لعبه فوزي لقجع هو الأكثر إثارة للإعجاب. رجل اختار الصمت عندما كان الجميع يتحدث، اختار العمل عندما كان البعض يكتفي بالتصريحات، لم يسعى إلى الأضواء، بل ركز على الهدف: استعادة الحق. وهذا ما يميز العقلية المغربية في مثل هذه القضايا: العمل بهدوء، بثقة، وبخطوات محسوبة. حتى عندما تصاعدت الأزمة، لم يخرج لقجع ليهاجم أو يرد، بل ترك الأدلة تتحدث وترك النتائج تحسم. وهنا نفهم الرسالة الحقيقية: ليس كل من يتحدث كثيرا ينتصر،
بل من يعمل في صمت ويخطط جيدا هو من يصل في النهاية. إنفانتينو نفسه أشار إلى هذا الأمر عندما أشاد بطريقة تعامل المغرب مع القضية، مؤكدا أن ما حدث يمثل نموذجا يحتذى به في الدفاع عن الحقوق داخل المنظومة الكروية. ومع كل هذه التطورات بدأت تساؤلات جديدة تظهر. هل ما حدث هو بداية لعصر جديد في كرة القدم الإفريقية؟ هل ستصبح المباريات أكثر رقابة بعد هذه القضية؟ وهل ستلجأ المنتخبات الأخرى إلى نفس الأسلوب في الدفاع عن حقوقها؟ الأمر المثير أيضا هو الحديث عن الكاميرات الخاصة التي تم استخدامها في الملف المغربي. تقارير تشير إلى أن هذه التقنية قد تحدث ثورة في عالم كرة القدم، لأنها تكشف تفاصيل لا تظهر في البث العادي. إذا تم اعتماد هذه الوسائل رسميا فقد نشهد مستقبلا مختلفا تماما، حيث لا يمكن لأي خطأ أن يمر دون توثيق. المنتخب المغربي خرج من هذه الأزمة أقوى من أي وقت مضى، فريق أثبت أنه لا يملك فقط لاعبين مميزين داخل الملعب، بل منظومة كاملة تعرف كيف تدافع عن حقوقها خارجه أيضا. وهذا ما يجعل ما حدث أكثر من مجرد فوزة، بل رسالة قوية لكل العالم، رسالة تقول إن العدالة قد تتأخر لكنها لا تضيع. وفي خضم كل هذه الأحداث يبقى السؤال الأكبر الذي يشغل الجميع الآن: هل ستستأنف السنغال القرار؟ وهل يمكن أن نشهد مفاجآت جديدة في الأيام القادمة؟ كل الاحتمالات واردة وكل السيناريوهات مفتوحة، لكن المؤكد أن هذه القضية لن تنسى بسهولة، وستبقى واحدة من أهم المحطات في تاريخ كرة القدم الإفريقية. وفي النهاية تبقى الحقيقة الأهم، أن من يعمل في صمت ويؤمن بحقه ويصبر يصل. والمغرب بقيادة رجال مثل فوزي لقجع أثبت أن الهدوء لا يعني الضعف، بل قد يكون أقوى سلاح لتحقيق الانتصار. ردود فعل الصحافة العالمية على هذه القضية جاءت سريعة، قوية، ومليئة بالتحليلات التي عكست حجم الزلزال الكروي الذي أحدثه هذا القرار. في أوروبا تناولت صحف كبرى مثل BBC سبورت وليكيب القضية باعتبارها واحدة من أخطر الأزمات الكروية في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، حيث وصفت BBC سبورت القرار بأنه لحظة فاصلة في تاريخ العدالة الرياضية، مؤكدة أن ما حدث قد يغير طريقة تعامل الاتحادات مع النزاعات مستقبلا. أما الصحيفة الفرنسية ليكيب فقد ركزت على قوة الملف المغربي، واعتبرت أن الأدلة التي قدمت كانت حاسمة لدرجة لم تترك أي خيار أمام الجهات المسؤولة سوى اتخاذ القرار. وفي إسبانيا سلطت ماركا الضوء على الدور الكبير الذي لعبه فوزي لقجع، مشيرة إلى أن المغرب انتصر خارج الملعب قبل أن ينتصر داخله، وأن العمل الإداري الاحترافي كان العامل الحاسم في القضية. أما AS فقد ذهبت أبعد من ذلك، ووصفت ما حدث بأنه درس قاس لكل الاتحادات التي تستهين بالتوثيق القانوني، مؤكدة أن المغرب قدم نموذجا يدرس في كيفية الدفاع عن الحقوق. في إيطاليا اعتبرت لا جازيتا ديلو سبورت أن القضية فضحت ثغرات خطيرة في إدارة بعض المباريات الإفريقية، مشيرة إلى أن تدخل جياني إنفانتينو أعطى للملف بعدا عالميا وليس قاريا فقط. أما في إنجلترا فقد ركزت The Guardian على جانب الشفافية، حيث كتبت أن ما حدث قد يكون بداية لمرحلة جديدة تفرض فيها رقابة أكبر على كل تفاصيل المباريات داخل وخارج الملعب. وفي أمريكا تناولت ESPN القضية من زاوية مختلفة، حيث أكدت أن استخدام تسجيلات وكاميرات غير تقليدية في التحقيقات قد يفتح الباب أمام ثورة حقيقية في توثيق المباريات، معتبرة أن هذه السابقة قد تعمم عالميا. أما في إفريقيا فقد كانت التغطية أكثر سخونة. صحيفة كيك أوف وصفت القرار بأنه ضربة قوية لصورة الكرة الإفريقية، لكنها في نفس الوقت أشادت بشجاعة اتخاذ القرار، معتبرة أن الاعتراف بالخطأ أفضل من تجاهله. بينما قالت كومبليت سبورتس إن ما حدث يجب أن يكون جرس إنذار لكل المنتخبات، مشيرة إلى أن زمن تمرير الأخطاء دون محاسبة قد انتهى. وفي العالم العربي كانت التغطية مليئة بالفخر والدعم. صحيفة الشرق الأوسط أكدت أن المغرب أثبت أنه قوة كروية وإدارية في آن واحد، وأن ما حدث يعكس تطورا كبيرا في طريقة إدارة الملفات الرياضية. أما الجزيرة فقد وصفت القضية بأنها انتصار للعدالة قبل أن تكون انتصارا رياضيا، مؤكدة أن هذه السابقة قد تغير الكثير في الكرة الإفريقية. وفي المغرب كانت العناوين نارية. وسائل الإعلام المحلية
اعتبرت القرار تاريخيا وأشادت بالصبر الكبير الذي أظهره المسؤولون، وعلى رأسهم فوزي لقجع الذي اختار العمل في صمت حتى تحقيق الهدف. بعض المحللين المغاربة قالوا إن هذا الانتصار لم يكن صدفة، بل نتيجة تخطيط طويل وثقة في المؤسسات وإيمان بأن الحق لا يضيع. إذا كنت ترى أن هذا القرار عادل وأن المغرب يستحق، اكتب في التعليقات المغرب يستحق، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، لأن القادم أقوى.